يا سيدي، بعد ما خالد خرج من الهضبة اللي كان فيها ووشه مليان تراب وهدومه باين عليها التعب، وقف قدام منظر خلى عينيه تتسع كأنها شافت معجزة. مدينة كاملة منورة في نص صحراء ما فيهاش غير الرمل والريح. وقف مذهول بيبص من بعيد ولسه بيقول لنفسه: إزاي مدينة بالشكل ده تبقى هنا؟ بس قبل ما يكمل تفكيره سمع صوت راجل بيزعقله من بعيد وبيقوله: إياك تروح زيكولا، إياك! والراجل كان بيجري هو وصاحبه كأنهم بيهربوا من شبح. خالد وقف محتار وقال لنفسه: يا عم دول مجانين ولا إيه؟ وبعد ما فكر شوية بص لتحت، شاف طريق طويل ممهد بيروح للمدينة. طريق شكله غريب، ملفوف زي الحية وطالع لفوق شوية كأنه متصمم مخصوص ليوصل هناك. فقال لنفسه: مفيش قدامي غير إني أنزل وأشوف إيه الحكاية، يمكن ألاقي حد يقول لي أنا فين. ونزل الطريق، ماشي في الصحراء يفتكر الطريق قريب، لكن كل ما يقرب ما يلاقيش حاجة. السراب كان بيضحك عليه كالعادة. المهم بعد مشي طويل شاف عربة ماشية في البعد بيجرها حصان، فشد حيله وجرى ناحيتها وهو بيزعق: يا عم استنى، يا عم بالعافية! لكن الراجل اللي سايق العربة ولا كأنه سامع، عدى وسابه وراه في الغبار. قال خالد بحنق: بلد غريبة فعلا. بس لسه ما كملش كلمته إلا وسمع صوت عربة تانية جاية. أشار لسواقها، وقف الراجل وقال له: عايز إيه يا غريب؟ قال خالد وهو بيعرق: أنا عايز أروح أرض زيكولا. الراجل قال له: تدفع كام؟ فخالد طلع من جيبه ورق الفلوس اللي معاه وقال له: آدي خد دول. الراجل أول ما شاف الورق وشه قلب، مسك الفلوس ورماها في وش خالد وقال: ورق؟ بتضحك عليا يا مجنون؟ وسابه ومشي. خالد وقف مكانه مذهول وقال لنفسه: هو أنا اللي مجنون ولا الناس هنا طارت منها الفولة؟ وكمل ماشي ومر بنفس الموقف مع عربة تانية، نفس الكلمة ونفس الغضب، لحد ما قال ساخرا: هي دي بقى أرض زيكولا، أرض المجانين فعلا. فضل ماشي لحد ما شاف عربة فخمة شكلها غير كل اللي فاتوا، والخيل اللي بيجرها بيلمع من العناية. بس هو تعب خلاص، قال لنفسه: ما تشيرش، كفاية خيبات النهاردة، وقرر ما يناديش. بس وهو ماشي على جنب الطريق شاف شاب متعلق في مؤخرة العربة بيشاور له بإيده يجي. جرى خالد بكل اللي فاضل فيه من طاقة واتمسك بالعربية جنبه وقال له وهو بيبتسم: تسلم يا جدع، أنقذتني. بس الشاب حط صباعه على بقه وقال له بهمس: اسكت، لو السواق سمعنا هنروح في داهية. وفضلوا متعلقين كده لحد ما قربوا من سور ضخم طالع للسماء كأنه جبل، عليه نقوش غريبة وجميلة، والباب مفتوح والعربيات داخلة وخارجة. ساعتها الشاب قال له: اقفز. فنطوا هما الاتنين، ووقف خالد مذهول قدام السور بيبص حواليه وهو بيقول: ده مش سور، ده حصن. الشاب ضحك وقال له: أهلا بيك في زيكولا يا أخي. قال له خالد: أنا بشكرك بجد. رد الشاب: ما تقولش كده، إحنا الاتنين هلكنا من حر الشمس. فسأله خالد: أنت من زيكولا؟ قال له: أيوة، وأنت غريب باين من شكلك. ضحك خالد وقال: أنا من البهو فريك، يعني جنب المنصورة. الشاب وشه اتغير وقال باستغراب: فين دي؟ قال خالد بسرعة: قصدي مصر. قال الشاب: مصر؟ في الشمال؟ عمري ما سمعت عنها. رد خالد ضاحك: انتوا واضح انكم عايشين لوحدكم خالص هنا. فسأله خالد: يعني احنا فين بالضبط؟ رد الشاب: احنا في زيكولا، أرض الذكاء. ضحك خالد بصوت عالي وقال: أرض الذكاء؟ واضح فعلا من اللي قابلتهم. وبعدها الشاب قال له إنه لازم يمشي يعود شغله اللي فاته، وسابه ماشي بعد ما سلم عليه وقال: حظ سعيد يا خالد في أرض زيكولا. خالد وقف قدام باب المدينة الضخم وخطى أول خطوة جوه.
أول ما عدى الباب حس بحاجة غريبة، كأن شرارة كهرباء دخلت في جسمه. رعشة عدت في كل عرق، ووجع في دماغه خلاه يركع على ركبته ويمسك راسه. فضل الوجع دقايق طويلة لحد ما راح، فوقف وهو بيتنفس بصعوبة وقال: إيه اللي بيحصل هنا؟ وبدأ يمشي في الشوارع. المدينة كانت زي الحلم، مبانيها متقاربة معمولة من طوب أحمر وخشب، كلها ارتفاع واحد كأنها متفقة، 3 أدوار بالكتير. الناس حواليه شكلهم عجيب، بعضهم لابس جلابيب وعمم، وبعضهم سراويل غريبة مقفولة من تحت وواسعة من فوق، والستات فساتين ملونة زاهية، جمالهم يخطف العين. خالد كان ماشي مش عارف يبص فين ولا على إيه، خايف يزعل حد، بس في نفس الوقت كان مبهور بالجمال والنظام اللي في المدينة. لما الجوع خبطه شاف مطعم صغير، دخل وقعد وقال لصاحب المكان: هات أي أكل عندك، نفسي في لقمة تسندني. الراجل جاب له خبز ولحم وقال له وهو بيبتسم: شكراً لتشريفك يا غني. ضحك خالد وقال لنفسه: تاني غني؟ أكل وشبع واستنى حد ياخد منه الحساب، محدش جه. قام ومشي وقال لنفسه: بلد الكرم فعلاً. وبعدها راح محل هدوم، اشترى لبس يشبه لبس الناس هناك، والبائع هو كمان قال له نفس الجملة: شكراً لتشريفك يا غني. خالد ابتسم وقال: يمكن في زيكولا كل غريب يبقى غني. الليل نزل والمدينة تحولت كأنها لؤلؤة من النور، لا كهرباء ولا حاجة، بس النار اللي مولعينها عاملة جو رهيب. قعد خالد على طرف الشارع، عينه بتلف تشوف الناس مبسوطة وبتغني وبتضحك. سأل ولد صغير معدي: هو في إيه؟ الناس فرحانة ليه؟ الولد ضحك وقال: لسه الفرح ما بدأش يا سيدي. قال خالد: أمال هيبدأ إمتى؟ الولد استغرب وقال: لهجتك غريبة، أنت منين؟ قال خالد مبتسم: من الشمال. غريب كده يعني؟ رد الولد: كنت غريب، دلوقتي بقيت من أهل زيكولا. خالد مسح على شعر الولد وقال له: واضح إن زيكولا أرض الكرم فعلا. الولد رد بحماس: النهاردة الناس بتستعد، بكرة هو يوم الاحتفال الكبير، يوم زيكولا. خالد رفع حاجبه وقال: احتفال بمناسبة إيه؟ الولد اتنهد وقال: ده اليوم اللي بنفتخر بيه كل سنة، اليوم اللي كل أهل زيكولا بيستنوه بفرح. وبعدين سكت لحظة وقال بصوت واطي: ما عدا شخص واحد. خالد قرب منه وسأله: مين الشخص ده؟ الولد ضحك وقال بخفة دم غريبة: هو انت مش عارف؟ يوم زيكولا يا سيدي بيتدبح فيه أفقر واحد في المدينة. وخالد ساعتها وشه قلب، عينه اتسعت وقلبه دق بسرعة. أول مرة يحس إن الكرم اللي شافه ليه تمن غالي، غالي جدا.